بايا. السلام عليكم. الله وبركاته. اهلا. اللهم عم صل على الحاج، النبي. ازاي الحال عم الحاج؟ ازيك يا حاج بكر؟ الحمد لله والله. عامل ايه؟ تمام والله. ايش الاخبار؟ تمام. ايه امال انت شغال وحدك ولا ايه؟ لا ده انا كان معانا فرن وروح. نفرين اللي كانوا معاك وروحوا. انت عم تكلم واحد مسطول، ده انا قاعد هنا من صباح ربنا ما شفتش حد معاك. يا عم ده انا ديني من الفجر ده اروح شغل تاني. روح. امال احنا امال شو دول بس اللي قاعدين؟ انت مش خلصت؟ ايوه خلصت. طيب امال ايه؟ انا ما شايفك انت اللي شغال من صباح ربنا كده، فكر ده انا معايا رايح جاي على الطريق 24 طب ساعه. وانت مالك ومالي يا حاج فهم؟ طب انا مش خدت منك باربع تنفار. 4 تنفار ايه؟ امال ايه؟ انا مش خدت منك باربع تنفار. ليه تفكرني مسطول عشان تاخدهم ب4 تنفار وتعملهم بنفر وانا مخطوب؟ هو في ختم هين ولا حاجه؟ بص كده. طب ما انا اودينا من الفجر هين، ادينا من الفجر هين. وادي لك من الفجر ب4 تنفار. طب انا مش متفق معاك على كده. على الطريق مديك الا نفر لما تركب نخله. نفر؟ نفر ايه يا عمي؟ احنا مش متفقين. متفقين عليه؟ مش متفقين على دول باربع تنفار. فين العقد اللي احنا كاتب لك عقد؟ انا فين طب العقد؟ هو الكام هيكتبوا له عقد؟ امال لا انت جاي تضحك عليا انا من اخر الدنيا؟ لا ما حدش يضحك عليا. تاخد دول ب4 تنفار وتعملهم وحدك وجاي عايز منه 400 جنيه. 450 جنيه شاي كمان. شاي؟ ايوه ما كانش عاجبك. لا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. يا حاج انا الناس كلها قالت لي الراجل ده وسخ ومحدش عم يشتغل معاه، وانا قلت ده راجل فقير واديني ال4 يومات خليني اتوكل على الله، الله يرضى عليك. 4 يومات اللي تاخد عليها الطلاق ما تاخد 4؟ انت ده انا مجنون. عم اقول لك ايه يا كنت تفكر ده الانفار قاعده عامله زي الدبان على الكوبري. طب انا مش اتفقت معاك من الاول يا حاج؟ اتفقت يا حبيبي. انا لو جيت لقيت 4 تنفار كنت اديتك 400 جنيه ما كنتش هتاخر عليك. لكن انت جاي تختبني على جفايا. يا عم انت مالكش دعوه وياك تحصدها العفاريت حتى في الليل. انا مش خدت منك ب4 تنفار. لا وخلي بالك الحصيده وحشه اساسا، الحصيده وحشه اساسا هي خلاص. انت طب هات 300 جنيه وانا مسامحك في 100 اسيبها لك من جيب. يا عمي هي 100 جنيه هتاخدها، وكمان مش معايا الوقت لما اروح ابعتها لك. يا عم 100 جنيه ايه انت هتجيب الفلوس صح ولا على اليمين اضربه في صورتك يطلع من حلقك من فوق؟ انا عمال اقول ده راجل فقير وانت طلعت وسخ صح زي ما الناس عم تقول. يا عم صل على النبي كده. عم اقول لك ايه يا عم، انا مش هزعلك، انا هديك 200. لا انت تديني الفلوسات بتوعه عشان ما نعملش انا وانت مصيبه الله يرضى عليك. لاحظ ان ايدك طولت. يا اخي التاجر ده مش بيتاجر في ربنا ده. ماله ده؟ ده هتوكل حرام. ده هتوكل حرام ده يا راجل. سيب الواد. ايه؟ انا عايز اجيب حلاوه. ما عايز ايه يا ده انت؟ عايز اجيب حلاوه. انا قلت لك انت ما تجيش معايا الغيط. خد 100 جنيه ها، خد بيها حلاوه وروح انت وانت واخواتك. يلا يلا وانت خد امسك كده 100 ها، وان شاء الله اول ما اروح ولا خد عشان ما يبقاش عندك حاجه تاني، عشان ما اشوفش وشك، عشان ما اشوفش وشك في الزرعه. لا امسك انت كده يا حاج. انا عايز فلوساتي كاملين يا على اليمين ما هضرب غير في عينك. تضرب في عيني مين؟ في عينك وهدور. طب ها عيني ها، ولو ذكر اضرب. يا عم ما ترزنيش. امسك كده امسك كده انا هريحك. انا مش هاخد اقل من 400 جنيه. اي ما رايك انا هريحك. معاك كام؟ 200. تعال دقيقه واحده كده. تعال كده خد يا عم. طبعا الفيديو اللي احنا عملناه ده عشان خاطر استغلال العمال، والنهارده الظروف مريحه على الكل، يعني حتى صاحب الصنعه مش لاقي شغله فاضطر ينزل يشتغل في الغيط. فاحنا عملنا الفيديو ده عشان خاطر اللي عنده ارض زي كده يفسح الناس وما يضيقهاش، ومش من تحت يعني ما الظروف مقصره معاه، فانت هتستعبده في الغيط ويبقى الدنيا كلها. طب انت والدنيا عليه بمعنى صح. احنا عملنا الفيديو ده عشان خاطر نحس ببعضينا ونعرف ان اللي كان شغال صنايعي ولا اللي كان شغال موظف ولا اللي كان شغال في حته كده مش بتاع شغل وحكمت به الظروف انه يشتغل في حته زي دي، تعرف انه غصب عنه وتتقي الله فيه شويه عشان ربنا يتقي الله، عشان ربنا يراعيك ويعمل معاك الصح. فنتمنى من حضراتكم اللي وصل معانا للاخر ما ينساش يشترك في القناه ويفعل زر الجرس ويعمل لايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.